الخير، شلونكم؟ اليوم وصفتنا كل سهلة وصحية بنفس الوقت. راح نسوي سبانخ مقلية بالليمون والثوم والبصل. أول شي عندي ثوم، فصين ثوم، ليمون، بصل، وسبانخ أو سبيناخ مقطع ومغسول كل زين. أول شي راح نحط زيت زيتون ملعقتين، وراح نقلي البصل لحد ما يتكرمل. هنا عندي مي حار، طبعا يعني غاسلة السبانخ. راح أضيف المي حار وهو بالمصفي، بس هيك شوية يذبل، ما أريده يذبل هواية حتى يحافظ على الفيتامينات الموجودة بيه وعلى لونه الأخضر. وراح أعصره كل زين. هنا شلت البصل، وبنفس الزيت راح أضيف الثوم، بس مجرد تطلع ريحته ما أريده يحترق. راح أضيف السبانخ أو السبيناخ اللي غسلته وضفت له مي حار وعصرته من المي تماما. راح بس أخليه هيك ياخذ طعم الزيت، وراح أضيف شوية سماق، فلفل أسود وملح. مجرد هيك يذبل وراح أضيف له الليمون، عصرت له ليمونتين، وراح أطفيه خلاص، ما أريده أكثر ينطبخ حتى يحافظ على لونه والفيتامينات الموجودة بيه. راح أضيف هسه البصل المتكرمل هيجي من فوق، ونحط ليمون للتزيين، وتقدروا تاكلوه هيجي بالخبز بدون خبز. أتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتعجبكم هاي الوصفة، وإذا عجبكم لا تنسون الاشتراك بالقناة، وشكرا على المتابعة. باي باي.